السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، معاكم مستر أحمد الهندي. درس جديد النهاردة من دروس النحو، ودرس مهم جدا من أهم الدروس اللي هتفضل طالع بيها لحد الثانوية العامة، بعنوان أنواع الخبر. زي ما أنا عارف من وأنا صغير ان انا عندي الجملة الاسمية بتتكون من حاجتين اتنين. برافو عليك، زي ما انت قلت، مبتدأ زائد خبر. زي ما اقول على سبيل المثال الطالب. طب انا سكت ما فهمتش حاجة يا مستر. برافو عليك، طالما انت ما فهمتش حاجة يبقى انت عايز خبر يتمم معنى الكلمة او يتمم معنى المبتدأ. عشان كده سؤال بقوله لنفسي لما باجي اعرب الخبر دوت ماله، اجي اسال نفسي سؤال: الطالب ماله؟ الاجابه اللي بعدها تبقى هي الايه؟ هي الخبر، سواء مجتهد او نشيط. يبقى اول حاجه واول قاعده عندي عشان اعرف الخبر وانا مغمض عيني بسال عنه بسؤال واحد فقط، وهو ماله. طيب قال لي ان الخبر الصغير اللي عندنا دوت ما عادش نوع واحد فقط زي ما احنا متعودين، بقى ليه انواع كتير. واول نوع اللي احنا اخدناه دلوقتي واخدناه منذ الصغر وهو الخبر المفرد، يعني بيتكون من كلمة واحدة: الشجرة جميلة، الطالب نشيط، المهندس مجتهد، الى اخره. في نوع تاني يسمى بالخبر الجملة، وعندي نوعين من انواع الجملة. برافو عليك، زي ما انت قلت، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ونوع اخير من انواع الخبر وهو الخبر شبه الجملة، وبيتكون من حاجتين اتنين: يا اما جار ومجرور، يا اما ظرف، سواء كان زمان او ظرف مكان. اول نوع عندي الخبر الجملة الاسمية، بس حط عندي اساس مهم جدا. انا بتكلم في الجملة الايه؟ بتكلم في الجملة الاسمية. عشان كده وانا مغمض عيني بحط المبتدأ زائد الخبر. هما الاساس كده في بداية الجملة هم حاطط ايه؟ مبتدأ وخبر. طب قال لي ان الخبر دوت نوعه جملة اسمية، يعني ايه؟ يعني هلاقي مبتدأ وخبر. الله، يعني عندي مبتدئين. برافو عليك، هيبقى يسمى مبتدأ اول ومبتدأ تاني، والخبر اللي بيجي لي في اخر الجملة بيسمى خبر للمبتدأ التاني. طب يا مستر ده انا اعرفه ازاي او افرق ما بينهم وما بين العادي ازاي؟ حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا. بحط كده في النص ضمير يربط ما بين المبتدأ الثاني والمبتدأ الاول. طيب نشوف مثال. السفينة شراعها كبير. طيب دلوقتي السفينة، برافو عليك زي ما انت قلت، هي مبتدأ. طيب انا عايز اعرف الخبر، بسأل عنه بماله. السفينة مالها؟ ينفع اقول السفينة شراعها واسكت؟ ما فهمتش حاجة. ينفع اقول السفينة كبير؟ برضه ما فهمتش حاجة، ما تممتليش اي حاجة. يبقى شراعها كبير هي الخبر. واحدة واحدة. قال لي ان سفينة مبتدأ اول وشراع مبتدأ تاني. عرفت منين من دوت يا مستر؟ من حاجة واحدة بسيطة: الضمير اللي بيربط ما بين المبتدأ التاني والمبتدأ الاول. وكبير خبر للمبتدأ الثاني. يبقى انا اصبح عندي مبتدأ وخبر تانيين، يعني انا كونت ايه؟ كونت جملة اسمية. يبقى هقول كده هوت مع بعض: والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. تاني مثال تاني: الكتاب هو خير جليس. الكتاب هو خير جليس. طيب الكتاب مبتدأ مرفوع ولازم اقول اول. لازم اقول ايه؟ اول، عشان ما ينفعش اسكت الكتاب هو واسكت انا ما فهمتش حاجه، او اقول الكتاب خير واسكت. ما ينفعش. الكتاب على بعضها هو خير جليس وهو. طيب مش هو ديت من الضمائر؟ ايوه برافو عليك، في محل رفع المبتدا الايه؟ المبتدا الثاني. يعني زي ما انا قلت لك ان الخبر الجمله الاسميه بيبقى فيه مبتدئين: المبتدا الاساسي اللي انا بتكلم عنه والمبتدا الثاني، وبينهم الضمير اللي بيربط ما بين المبتدا الثاني والمبتدا الاول. وكلمه خير هي خبر للمبتدا الثاني اللي هي الايه؟ هو. طيب
كونت جملة هو خير مبتدأ وخبر، يبقى أنا كونت إيه؟ كونت جملة اسمية تانية داخل الجملة الاسمية الأولانية. يبقى هقول كده اهوت: والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الإيه؟ الأول. برافو عليك، اللي هو الكتاب. يبقى قاعدة مهمة، أنا عندي بتكلم أساسا في الجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ زائد الخبر. طيب قال لي إن الخبر دوت ينقسم إلى نوعين تانيين، خبر جملة الاسمية طالع لمبتدأ تاني وخبر للمبتدأ التاني، يربط ما بينهم كده في النص ضمير يربط ما بين المبتدأ الثاني والمبتدأ الأول. عشان ما لخبطش نفسي، أول حاجة ببص عليها على الضمير اللي بيربط ما بين المبتدأ الثاني والمبتدأ الإيه؟ الأول. طيب النوع الثاني ويسمى الخبر الجملة الفعلية. طيب زي ما هو موجود عندي المبتدأ والخبر بتكلم دايما عليهم وهفضل اتكلم عليهم لحد آخر درس، لأن هو دوت الأساس. طيب بس الخبر دوت جالي المرة دي جملة فعلية. يعني بتتكون من ايه الجملة الفعلية؟ برافو عليك، من فعل وفاعل ومفعول به. طيب هنا بقى مش هقول مبتدأ أول، هنا تبقى الصورة أسهل شوية. نيجي نشوف مع بعض مثال اللي قدامنا: الطالب يكتب الدرس. الطالب معروف، برافو عليك، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أنا ما فهمتش حاجة، الطالب ماله يكتب الدرس؟ يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والدرس مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. أنا كده كونت إيه؟ كونت جملة فعلية مكونة من الفعل يكتب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والدرس مفعول به. يبقى أنا كونت كده جملة فعلية. هقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو النهون اللي هو الطالب. يبقى أنا في الأساس عندي بتكلم من المبتدأ والخبر. أبص بقى على نوع الخبر، بدأ لي بضمير يبقى دوت خبر جملة اسمية، بدأ لي بفعل وفاعل ومفعول به يبقى دوت خبر ايه؟ خبر جملة فعلية. طيب النوع الثالث عندي الخبر الشبه الجملة. تاني الأساس هيفضل معايا المبتدأ والخبر. الخبر جاي لي المرة دي شبه جملة. يعني ايه شبه جملة؟ يا اما جار ومجرور، يعني حرف جر وجاي بعدها اسم مجرور، يا اما ظرف زمان او ظرف مكان. نشوف مع بعض. العصفور فوق الشجرة. طيب جميل، العصفور مبتدأ، احسنت. فوق ديت اخدناها في ابتدائي ان هي من ايه؟ برافو عليك، من ظرف المكان. اي حاجة بتيجي بعد الظرف بتبقى مضاف اليه. العصفور مبتدأ وعلامة رفع الضمة، فوق ظرف مكان، والشجرة مضاف اليه. ظرف زائد اسم بيكون لي ايه؟ بيكون لي شبه جملة. هقول كده مع بعض: وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. مثال تاني نوضح مع بعض خبر الشبه الجملة: المعلم في الفصل. سهلة جدا، المعلم مبتدأ في حرف جر والفصل اسم مجرور. كونت عندي شبه جملة وهقول وشبه الجملة في محل رفع خبر الايه؟ خبر المبتدأ اللي هو المعلم. يبقى ركز معايا، انا عندي نوعين من المبتدأ من انواع الخبر، يا اما جملة يا اما شبه جملة. كده الاساسي عندي بيكون ايه؟ بيكون مفرد. بدور في الخبر الجملة الاسمية على ضمير يربط ما بين المبتدأ الاول والمبتدأ الايه؟ والمبتدأ الثاني. اما الجملة الفعلية سهلة جدا، اي فعل يجي لي بيعرف لي ان دوت ايه؟ خبر جملة فعلية. اما في شبه الجملة يجي لي يا اما ظرف سواء زمان او مكان او جار ومجرور. نقطة مهمة جدا في درس النهاردة: تحويل الخبر. بيقول لي سؤال: حول الخبر الجملة إلى خبر مفرد. أسئلة مهمة في الامتحان نركز فيها مع بعض. الغرفة نظامها رائع. طيب بيقول لي الخبر الجملة ده نوع ايه الأول؟ برافو عليك، خبر جملة اسمية. عرفت منين؟ ان في ضمير رابط اللي هو الها يربط ما بين المبتدأ الثاني والمبتدأ الاول. طيب
السؤال غريب، بيقول لي حول الخبر الجملة إلى خبر مفرد. طب إزاي؟ عملية بسيطة وسهلة جدا جدا. بعمل إكس أو بحول، بجيب رائع الأول وبعد كده أقوم حاطط الكلمة التانية. يعني هقول الغرفة رائعة النظام، بدل ما هي نظامها رائع بحول الكلمتين، بعمل عملية إكس، بقول الغرفة رائعة النظام. طيب ممكن يعكس لي، يقول لي الخبر المفرد خليه خبر جملة اسمية أو جملة فعلية، مش شرط يقول لي الجملة يبقى مفرد، لا ممكن يقول لي المفرد إلى جملة. الإسلام ماله؟ محقق الآمال، يبقى محقق خبر مفرد. قال لي الخبر المفرد دوت أنا عايز أخليه مرة جملة اسمية وأخليه مرة جملة فعلية. طب هعملها إزاي يا مستر؟ سهلة وبسيطة، نفضل برضو مع بعض بحركة الإكس، هحول الكلمتين الإسلام آماله محققة. طيب ده بالنسبة للخبر الجملة الاسمية. خلي بالك أنا حطيت الضمير اللي بيربط ما بين المبتدئين، ما بين المبتدأ الثاني وما بين المبتدأ الأساسي اللي هو المبتدأ الأول. طيب أنا عايز أخليه جملة فعلية، سهلة جدا جدا. كلمة محقق أخليها فعل، هعملها إزاي؟ برافو عليك، الإسلام يحقق الآمال. الإسلام يحقق الإيه؟ يحقق الآمال. يبقى أنا كده عملتها مرة جملة اسمية والمرة التانية عملتها جملة فعلية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ما تخلينيش أتلخبط. بعمل عملية إكس أو تبديل الكلمات، هقول الإسلام آماله محققة ولازم أحط الضمير، لازم أحط الإيه؟ الضمير اللي بيربط ما بين المبتدأ الثاني والمبتدأ الأول. طيب نيجي بقى للتدريبات، ركز معايا. السؤال الأول يقول لي حدد الخبر ونوعه وإعرابه. المعلمون ملتزمون، سبق وقلنا إن الخبر بسأل عنه بإيه؟ بماله، بسأل عنه بماله. المعلمون مالهم؟ ملتزمون. يبقى الإعراب كده المعلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الواو. ليه يا مستر مش بالضمه؟ لا، لان احنا كنا اخدين ان جمع المذكر السالم بيرفع بالواو، وملتزمون بتاخد الرفع، خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو. طيب نوع الخبر هنا ايه؟ هل هو جمله ولا شبه جمله ولا كلمه واحده؟ اذا كانت كلمه واحده يبقى برافو عليك، هي خبر ايه؟ خبر مفرد. المثال الثاني آيات الله تظهر في كل شيء. طيب نركز كده مع بعض، الجملة فيها كلام يلخبط. آيات إعرابها إيه؟ مبتدأ. طيب ينفع أقول أن الله خبر؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن أنا بسأل سؤال، آيات مالها؟ هل كلمة الله عز وجل أتمت معنى الجملة؟ لا، ده نكرة زائد معرفة بيديني إيه؟ برافو عليك، بيديني مضاف إليه، يبقى دوت ما هواش الخبر، يبقى كلها على بعضها كده. آيات الله مالها؟ بسأل السؤال ده دايما، مالها آيات الله؟ برافو عليك، تظهر في كل شيء. يبقى تظهر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة وتقديره هو الله عز وجل. يبقى أنا عندي الفعل تظهر وعندي الفاعل ضمير مستتر، كونت ايه؟ كونت جملة فعلية. يبقى الخبر دوت نوعه ايه؟ نوعه خبر جملة فعلية. برافو عليك. السؤال اللي دايما بسأله ماله؟ الخبر بسأل عنه بماله عشان الاقي الاجابة. ما لقيتش الاجابة يبقى دوت ما هوش الخبر، ادور على اللي بعده، لازم الاقي الكلمة اللي بتتمم لي المبتدأ. المثال الثاني او الثالث، الملك اساسه العدل. ركز معايا، هنا الملك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب مال الملك؟ هل ينفع اقول الملك اساسه واسكت، او ينفع اقول الملك العدل واسكت؟ لا، الجملة ما تمتش. يبقى الملك مال الملك كلها على بعضها اساسه العدل، خبر جملة اسمية. عرفت منين؟ في ضمير رابط يربط لي ما بين المبتدأ الثاني والمبتدأ الاول. يبقى هقول مع بعض كده، الملك مبتدأ اول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، اساس مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه،
والعدل خبر للمبتدأ الثاني، أصبح عندي مبتدأ زائد خبر. أساس والعدل، أساسه العدل. كونت إيه؟ برافو عليك، كونت جملة اسمية. يبقى الخبر جملة اسمية يعود على المبتدأ الأول اللي هو الإيه؟ اللي هو الملك. المثال الرابع: الحياء شطر الإيمان. طيب، الحياء، السؤال اللي دايما هسأله، ماله شطر؟ هل كلمة شطر أتمت معنى المبتدأ أو أتمت معنى الجملة؟ يعني ينفع أقف لحد الجملة ديت أو الكلمة ديت الحياء شطر؟ برافو عليك، ينفع. ليه؟ لأنها أتمت. الحياء شطر، نكرة هي كلمة شطر، اللي جاي بعدها معرفة، بيديني إيه؟ بيديني مضاف إليه. يبقى دوت خبر نوعه مفرد، لأنه كلمة واحدة، ولا هو في فعل ولا هو في ضمير يربط ما بين المبتدئين. يبقى دوت إيه؟ كلمة واحدة. طيب، المثال اللي بعد كده: النظرة من سهام إبليس. جملة جميلة. نقول النظرة مبتدأ. مالها النظرة؟ بسأل، بدور على الخبر، أنا عايزه هو فين؟ من سهام، جار ومجرور. يبقى دوت بيديني إيه؟ برافو عليك، شبه جملة. يبقى الخبر هنا نوعه إيه؟ نوعه شبه جملة. المثال الأخير معايا: جمال المرأة في خلقها. طيب، جمال مبتدأ نكرة، جاي بعدها معرفة، نكرة ومعرفة بيديني مضاف إليه. طيب، فين الخبر؟ جمال المرأة، مالها المرأة وماله جمال المرأة؟ في خلقها، جار ومجرور. يبقى الخبر دوت إيه؟ شبه جملة، خبر شبه جملة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس.